تحية أينما كنتم سيداتي وسادتي، أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم نشرة أخبار المساء والمستهل بالعناوين. وزارة الزراعة تدعو المزارعين للدفع بإنتاج المناحل العصرية. دورة تدريبية لخبراء الزراعة لمكافحة الجراد. جمعية معاقي الحرب الإريترية فرع أوربرو السويدية تعقد مؤتمرها. 5 رؤساء أفارقة في مالي سعيا لحل الأزمة المالية. بكين تأمر بإغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة شينغدو. والبرلمان الأوروبي يصوت بالأغلبية لصالح خطة الإنعاش. السلام عليكم ورحمة الله. في الوقت الذي تبذل فيه وزارة الزراعة جهود حثيثة واستثمار ضخم لتطوير الأسلوب الحديث في تربية النحل وتحويل مهارات التربية التقليدية إلى مهارات عصرية عبر مراحل، دعت المزارعين للدفع باستخدام صناديق المناحل الحوضية العصرية. وتدفع الوزارة بقوة من العام 2016 لتحقيق الرؤى الهادفة لامتلاك أي أسرة ريفية صندوق أو صندوقين على الأقل لتعزيز إنتاج العسل وغيرها من إنتاج الصناديق الحوضية، وإدخال المزارعين لصناديق حوضية يتم إنتاجها من الأشياء المتوفرة في محيطهم. وأوضح خبراء وزارة الزراعة بأن غالبية منتجي النحل في بلادنا يميلون إلى المناحل التقليدية إيمانا منهم بأنها تثمر أكثر، وصعوبة امتلاك المناحل العصرية بواسطة المزارعين العاديين من حيث السعر وعملية الملء والإدارة، ما أدى إلى تدني إنتاج صناديق المناحل الحوضية والعسل في بلادنا. وأشار الخبير العام في تربية النحل بالوزارة السيد زايد تخلي إلى أن الوزارة تبذل جهودا حثيثة لإصلاح ذلك، حيث تقوم بنشر وتوزيع صناديق المناحل الحوضية التي يستطيع المزارع إعدادها وإدارتها بسهولة وإمكانات محدودة. من جهته قال المزارع النموذجي أحد المستفيدين من صناديق المناحل الحوضية السيد بيين قبريسوس إن هذه الصناديق لها أهمية قصوى وإيجابيات عالية من حيث الإنتاج والإدارة، مناشدا المزارعين لإدخالها واستخدامها بصورة واسعة. وذكر السيد زايد تخلي الخبير العام في تربية النحل بالوزارة ثراء بلادنا بثروة الزهور، إلا أن مجال تربية النحل لم يستغل جيدا حتى الآن، وعلى المزارعين العمل بقوة مدركين لهذه الحقائق. نظمت وزارة الزراعة دورة تدريبية في عدخالة ل30 خبيرا زراعيا من 12 مديرية بالإقليم الجنوبي لنقل المعلومات السريعة باستخدام التقنية الحديثة بشأن مكان ووقت تواجد الجراد. وأوضح مسؤول فرع الآفات المرتحلة في وزارة الزراعة سيد تدروس يوم أن الدورة التدريبية هدفت لاستخدام الوسائل العلمية لجمع المعلومات العاجلة حول الجراد والقيام بالعمل المنسق لمكافحته. وقال مدير مديرية عدخالة سيد عبد مسقل أدحنوم إن الدورة التدريبية تثقل قدرات المشاركين، داعيا للتواجد في استعداد دائم لكل الاحتمالات. وأكد المشاركون في الدورة التدريبية على أهميتها وآنيتها. عقدت الجمعية الوطنية الإريترية لمعاقي الحرب فرع أوربرو السويدية مؤتمرها بحضور أعضاء المجلس المركزي والجمعية الأم. وأصدر المؤتمرون في المؤتمر المنعقد تحت شعار المعاقون من أجلنا هم علامة هويتنا، أصدروا قرارات تساعد على تقوية الفرع لتأطيره وتعزيز مساهماته في البرامج الوطنية وإنجاح مشاريع الجمعية الأم وتنشئة أعضاء جدد. واختار المؤتمرون لجنة إدارية جديدة لإدارة أنشطة الفرع. في غضون ذلك ساهم فرع الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب في أوربرو ب90,000 كرونر، الجمعية الأم 10,000 كرونر لتنمية صندوق التصدي لكوفيد 19.
يساهم المواطنون في الداخل والمهجر لدعم المحتاجين الملازمين لبيوتهم بإعفائهم من مدفوعات إيجارات البيوت. وفي هذا الإطار أعفى الإريتريون المقيمون في أمريكا وألمانيا وكندا وإيطاليا إيجارات بيوت منازلهم في سنبل وغودايف وقحوتة وأخرية ومهرام جرا بأسمرة، وكذلك مصوع لشهر حتى 3 أشهر. وتم إعفاء إيجارات البيوت في عدو غومبولو بمديرية قالا نفحي وعدو أعداد من المقيمين في الداخل وأمريكا وهولندا وبريطانيا لشهرين و3 أشهر. وفي مديريات 4 أسمرة وبشاول وعداق حموس وتسني والكنيسة الإنجيلية اللوثرية في أسمرة وكرن ومندفرة تم إعفاء إيجارات شهر وشهرين و3 أشهر وسنة في تسني. كما عفى الإريتريون المقيمون في النرويج وهولندا والسويد وأمريكا وألمانيا إيجارات بيوت في فيلاجو وأند جرمن وبيت مخا. تشهد 7 قرى بمديرية قلعلو أنشطة مرضية لإصحاح البيئة ومكافحة الأمراض المعدية. وأوضح السكان إن النتائج التي تحققت ثمرة حملات التوعية المستمرة. أوضح مدير مديرية قلعلو السيد محمود إبراهيم إن ضمان صحة المواطن من أولويات برامج التنمية، وسيجري العمل لمواصلة إصحاح البيئة وتأمين الصحة العامة. من جانبه أوضح مسؤول مكتب وزارة الصحة في المديرية الممرض محمود أحمد إن النتائج التي تحققت يجب الدفع بها بتعاون كافة الجهات. نتوقف سادتي مع فاصل قصير ومن ثم نعود لمواصلة الأخبار. حل رؤساء 5 دول إفريقية في العاصمة المالية باماكو في مسعى لحل الأزمة المحلية المستمرة منذ يونيو من خلال محاولة التوفيق بين الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا والمعارضة التي تطالب برحيله. ووسط قيود التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات الواقية، كان رئيسا ساحل العاج حسن وتارا والسنغال ماكي سال أول الواصلين إلى مطار باماكو، حيث استقبلهما نظيرهما المالي. ويمثل هذا الوفد الرئاسي المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي تبذل جهودا للوساطة بعد نشوء أبرز حراك احتجاجي في مالي منذ انقلاب 2012، وتبعهما نظيرهما النيجيري محمد بخاري والنيجر محمد إيسوفو. ويبدي المحتجون استياءهم إزاء العديد من الأمور في واحدة من أفقر دول العالم، بدءا من تدهور الوضع الأمني إلى عجز السلطات عن وقف العنف في البلاد والركود الاقتصادي وفشل خدمات الدولة والفساد في عدد من المؤسسات. أمرت الصين بإغلاق قنصلية الولايات المتحدة في مدينة شينغدو الكبيرة بجنوب غربي البلاد بعد 3 أيام على إغلاق قنصلية الصين في مدينة هيوستن الأمريكية. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن هذا القرار يشكل ردا شرعيا وضروريا على الإجراءات غير المنطقية للولايات المتحدة. ولم تذكر الخارجية الصينية مهلة لإغلاق الممثلية، بينما أمهلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القنصلية الصينية في مدينة هيوستن مدة 72 ساعة لرحيل الدبلوماسيين الصينيين. وإلى جانب سفارتها في بكين لدى الولايات المتحدة 5 قنصليات في مدن كانتون وشنغهاي وشينيانغ وشينغدو ووها، وكذلك في هونغ كونغ. وتغطي قنصلية شينغدو التي فتحت في 1985 كل جنوب غربي الصين، وخصوصا منطقة التيبت ذات الحكم الذاتي. ويعمل في هذه البعثة حسب موقعها الإلكتروني 200 موظف، بينهم 150 موظفا محليا. نكتفي بهذا القدر لأخبار هذا المساء، نلتقي في نشرة قادمة بمشيئة الله. حتى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.